أف. يا رب بقى. خير؟ الخير جاي إن شاء الله، بس شكله كده هيتأخر شوية. أنا بفكر نقلب البازارات أي حاجة ونخلص. وهو يعني في حاجة شغالة دلوقتي؟ البلد حالها واقف. هاني باعت الواد علاء يقف على النيل ويشوف، لو لمح بس مركب سياح معدي هيجي يقول لنا، واحنا بقى ننزل جري على هناك ونحاول نبيع لهم اي حاجة. يا رجالة، يا جماعة، يا رجالة، الواد علاء رجع. الفرج يا أولاد. إيه يا علاء؟ إيه الأخبار؟ في سياح؟ لا بس أنا اصطدت سمكة. خير يا فندم. أنا مش عارف يا إبراهيم، الناس مش حاسين بشغلي ليه؟ نحسسهم يا فندم. عملنا لهم دورة ألعاب رمضانية وصلحنا عواميد النور اللي قدام رئاسة الحي. ده غير إننا لمينا الكلاب الضالة اللي كانت بتهوهو تحت شباك سعادتك وانت نايم. وبالرغم من كل ده مفيش أي حد بيشكرني، والناس عمالة تشتكي وخلاص. طب إيه رأي سعادتك نعمل لهم عروض ألعاب نارية؟ لا، آخر مرة الدنيا ولعت وشمروخ من الشماريخ فرقع في معبد الكرنك، وكانت هتبقى فضيحة دولية. ما هو برضو يا فندم الناس يعني بيعانوا علشان كل شغلهم كان معتمد على السياحة، والسياحة يعني وقفت خالص. وده بسبب يعني؟ حاشا لله يا فندم، حاشا لله. أنا حيالله موظف مسؤول، هم اللي طفشوا السياح. طبعا طبعا يا فندم طبعا، بس ازاي؟ البلد مش نظيفة، والناس شكلهم بدائيين وطماعين وبينصبوا على السياح. والسياح دول يا إبراهيم محتاجين بلد متقدمة يعرفوا يتحركوا ويروحوا ويجوا فيها. طب ما تيجي نتقدم بالبلد يا فندم؟ لازم نتصرف يا إبراهيم، لازم نحاول نستجلب أي سياح من أي حتة بأي طريقة. أنا عايز أعمل شغل، عايز أترقى. حاضر يا فندم. عايز سياح يجوا عندنا واتصور معاهم، والصور تنزل في الجرانين والفيسبوك. وانا يا فندم اطلع معاك في الصور يعني بعد اذنك؟ اعمل اي حاجة يا ابراهيم وانا هعمل لك هاشتاج باسمك. اعتبر الموضوع ده خلص خلاص يا فندم، انا هتصرف. جغرافية مصر وتاريخها يا ولاد يخليها من أهم مناطق جذب السياح في العالم. تلت آثار العالم موجودة عندنا هنا في مصر، ودي ثروة كبيرة جدا، أهم من البترول والغاز. إزاي بقى يا أستاذ؟ هنبيع الآثار زي مشرط يعني؟ لا طبعا يا حسونة. شوفوا يا ولاد، السياحة من أهم الأنشطة الاقتصادية في مصر، والنشاط الاقتصادي الرئيسي لبلدنا. المستفيدين من السياحة أولاً شركات السياحة وتنظيم الرحلات، ثانياً شركات الطيران والمطارات والمواني، ثالثاً تأشيرات الدخول للأجانب، رابعاً الفنادق والقرى السياحية. ومن هنا بقى بتتشعب حاجات كتيرة جداً كلها بتستفاد من دخل السياحة. يعني مثلاً المطاعم اللي في الفنادق والقرى السياحية دي بتحتاج كل أنواع الأكل والشرب والفاكهة والحلويات بكميات كبيرة جدا، وكل حاجة من دول بيوردها شركات بتشتغل فيها ناس ياما. وإيه كمان يا أستاذ؟ حاجات كتير، كل حاجة بيحتاجها السايح بتبقى صناعة كبيرة وراها ناس كتير وبيوت مفتوحة. الصابون والشامبو اللي في الحمام والفوط والمناديل والأطباق والكوبايات، صيانة المكان والتكييفات والعربيات اللي بتنجلهم، وشركات الأمن اللي بتأمنهم، والهدايا اللي بيشتروها من البازارات. كل ده بيدفعوه بالعملة الأجنبية اللي بتجوي اقتصاد البلد. انتوا عارفين طبعا اننا حاليا بنعاني من توقف النشاط السياحي لأسباب مختلفة، واني بقى
عايز من كل واحد فيكم يكتب لي موضوع عن ازاي ننشط السياحة ونرجعها تاني مصدر للدخل المصري. الأستاذ ده طيب جوي جوي. ليه يا حسونة؟ بقى البلد والمسؤولين مش عارفين ينشطوا السياحة، واحنا اللي هنكتب موضوع نقول فيه ازاي نرجع السياحة جوية تاني. هو احنا نفهم ايه في الموضوع ده؟ احنا عندنا آثار كتيرة جدا ومهمة ومناظر طبيعية خلابة وجبال وصحراء وبحر ونيل. كل حاجة ممكن تعجب السياح، ومع كده محدش بيجي ليه بقى؟ ما هو ده اللي الأستاذ عاوزنا نعرفه. أنا عن نفسي مش هكتب حاجة، أو يعني بمعنى آخر هستنى أي حد فيكو يكتب موضوع وانجله منه. بس ده كده غش. بقى كده ماشي يا فارس. ابقى شوف مين اللي هيديلك كتاب تلعب بيه بعد كده. وهو انت بتخليني ألعب خالص؟ أنا عرفت مين ممكن يساعدني ويقولي معلومات تفيدني في الموضوع ده. طب قولي عليه وانا اجي معاك. هاي خالي سيدون. هو يا بكار، عامل ايه في المدرسة؟ الحمد لله، ماني جايلك عشان كده. والله يا بكار الحالة واقف خالص، والميكروباص الجديد اللي اشتريته علشان أشغله في السواحة عمال أصرف عليه دم قلبي ومفيش دخل خالص، ومش هنقدر نديك يعني المصاريف والبوكت موني والحاجات دي. لا يا خالي، أنا قصدي أقول إننا بنكتب موضوع عن تنشيط السياحة، وكنت عايز أعرف رأيك في الموضوع ده. أوبا يا سلام، بس كده ده أنا يا بكار أحسن واحد يقول رأيه في أي حاجة، وخصوصا المودودي. طب قول لنا بقى إزاي ننشط السياحة؟ تنشط السياحة بالألعاب النارية. أنا عايز كل الناس تصدق إنكم سياح فعلا. ها؟ عايزكم تتكلموا إنجليزي. أنا معرفش إلا ياباني. أنت هتهزر يا بني آدم أنت ولا إيه؟ يا باشا انجليزي ايه بس؟ ده احنا ما بنعرفش نقرا ونكتب. لو عايزين تقبضوا يبقى تتكلموا انجليزي. ماشي، هنطجن اي تطجين. I am 12 years old. Give me money. حلو أوي. الموضوع مش محتاج أكتر من صورة ليا معاكم أنا والسيد رئيس الحي، وننزل الخبر في كل الجرايد تحت عنوان عودة السياحة. لكن أصحاب البازارات عارفيننا. ده احنا علينا ليهم فلوس. مش مشكلة، المهم بس إنكم تبانوا في الصور سياح. ها؟ وخدوا كل واحد هيصرف له $5 في البازارات. يلا إن شاء الله ما حد حاوش. والفلوس دي يا باشا كده يعني هتروح عليكم؟ لا، احنا هنبقى نزود أي رسوم على أصحاب البازارات على أول الشهر، نلم بيها الفلوس اللي هندفعها لكم النهاردة وبزيادة كمان. مفهوم يا باشا. وبعد ما تخلصوا صحيح كل واحد هياخد له وجبة وعلبة عصير. رضا، هو حد لاقي؟ يا ويلكم بالسياح الأجانب. ايه ده؟ سياح مين يا عم انت؟ دول مصريين وعاملين ولا كلمة. دول سياح، ورئيس الحي بذل مجهود خرافي علشان يجيبهم على هنا، وهيشتروا منكم بضاعة وبالدولار. صوروني. أيوة. صور السائح ده وهو بيشتري بالدولار. صوروا. قول للسيد رئيس الحي يجي بقى علشان يتصور مع السياح بعد ما يخلصوا شراء. ها؟ إنجاز ده ولا مش إنجاز؟ ها؟ إنجاز ده ولا لأ؟ طبعا، وأي إنجاز. What do you want to buy؟ الحمد لله. وشوف يا بكار، نعمل كمان عرض صوت وضوء، أنا أحسن واحد يصوت، ونعمل كمان رحلات في النيل وفنادق حلوة وأكل وبوفيه مفتوح وسناك. ما احنا عملنا كل ده يا خالي ومش بييجوا برضه. ايه الحاجات اللي ناقصة؟ لا ما نعرفش يا بكار، انت يعني شايفني خبير سواح. مش انت اللي قلت انك احسن واحد تجاوب؟ يا أخي أنا كنت نفعت نفسي الأول. يلا بقى سيبوني أنام شوية قبل ما العصر يدن.
ناقص يا همام؟ وإيه الحاجة اللي لو قدرنا نستغلها هنرجع السياحة تاني؟ إيه أهم حاجة عندنا؟ الآثار. مش كفاية. واضح إن حسونة وفارس معاهم حج، إحنا مش عارفين ومش هنعرف، وطول ما إحنا مش عارفين مش هنشوف سياح تاني خالص للأبد.